جوارديولا اللقاء بنفس طريقة الموسم اللي فات، هو اللعب الموضعي أو البوزيشنال بلاي. في الحالة الهجومية الطريقة بتتكون من 3-2-4-1. بدأ في حراسة المرمى بإيدرسون، في خط الدفاع كسنتر باك أكي ووكر في ناحية اليمين. الكابتن في اللقاء ده بقى مع إصابة دي بروين كلاعب ظهير أيمن بمهام دفاعية بس. جفارديول في أول لقاء ليه كلاعب ظهير أيسر بمهام دفاعية بس، وهنفهم دلوقتي ليه أنا قلت مهام دفاعية فقط. وهاف ديفندر رودري أفضل لاعب في العالم حاليا، واللي عايز يعاركني يعاركني. أكانجي كلاعب بيقوم بمهام ستونز الموسم اللي فات كلاعب هاف ديفندر تاني بجوار رودري. وتواجد في مناطق الهاف سبيس فودن وكوفازيتش اللي خد مكان دي برون بعد إصابته. في حين كلاعب وينج رايت بالمر اللاعب اللي فاتح الملعب دايما على اليمين. بالمر اللاعب اللي هتكون ميزته ومشكلته في نفس الوقت انه بيتمرن تحت قيادة الفيلسوف بيب جوارديولا. هيطور كتير معاه، لكن هيكون ضحية الروتيشن اللي وقع فيه من قبله رياض محرز. وناحية الشمال جريليتش اللي فاتح الملعب دايما. عشان كده قلت على جفارديول ووكر لعيبة أظهرة بمهام دفاعية بس. ودي من مزايا طريقة اللعب الموضوعي، إن كل مناطق اللعب فيه مثلثات بين اللعيبة وتقليل المساحات المطلوبة من كل لاعب، وبالتالي المجهود البدني المطلوب في الجري قل واستغلاله في الناحية الفنية. عشان كده بنشوف لعيبة زي بالمر وفودن وبرناردو سيلفا رغم قوتهم البدنية قليلة لكن بيلعبوا 90 دقيقة أول دقيقة زي آخر دقيقة. وعشان كده الموسم اللي فات ماتشات كتير للسيتي بتخلص من غير تبديل. ووجود هالاند كلاعب مهاجم أو لاعب رقم 9 كمل الحلقة الناقصة لبيب جوارديولا في طريقته الجديدة. في لقاء زي إشبيلية خصم في أوقات كتير من اللقاء بيلعب زون ديفينز، تقدر من خلال الوينجات تلعب عرضيات يستغلها غول زي هالاند، أو على الأقل بيشد دفاع الخصم ليه. وده اللي حصل في عرضية رودري لبالمر اللي سجل فيها هدف التعادل. بدأ إشبيلية لقاء بطل يوروبا ليج في لقاء ضد مانشستر سيتي في السوبر الأوروبي بتشكيلة مكونة من 4-2-3-1 بتتحول في أوقات كتير لما بيلعب بزون ديفنس ودفاع متأخر ل4-4-2، بل إن يوسف نصير ساعات بيتحول للاعب وسط خامس. بدأ في حراسة المرمى ياسين بونو اللاعب اللي خلاص انتقل للهلال السعودي، هيدي طبعا إضافة كبيرة في الدوري السعودي. وجود أكون ناحية الشمال بطل العالم مع الأرجنتين نيمايا كلاعب سنتر باك بجوار بادي اللاعب اللي كان من مهامه او كان بيلعب بيعتبر مان تو مان شويه مع هالاند. وجود ناحيه اليمين نفاذ كابتن الفريق اللي لعب قبل كده مع مانشستر سيتي. في وجود اتنين ثنائي كهاف ديفندر موجود جوردن اللاعب اللي كان قريب شويه من نفاذ، وراكيتيتش اللاعب اللي كان متواجد قريب لاكونا. لكن راكيتيتش هرجع تاني اتكلم عليه، لاعب موهبته فيه، لاعب كرات الطوليه عنده مفيش احسن من كده. من وجهه نظر ان هو كان بدري شويه ان هو ينتقل من برشلونه، كان ممكن يقدم موسمين كمان ويكون من افضل لعيبه وسط ملعب في العالم. وجود لاميلا ناحيه اليمين اللاعب الارجنتيني، وتوريس كلاعب صانع العاب، في حين وجود اوكامبوس اللاعب اللي كان في الشوط الثاني خصوصا في الهجمات المرتده كان سلاح قوي جدا ما استغلوش يوسف نصير في اوقات كتير انه ممكن يسجل وينهي اللقاء لاشبيليه. فرود في اللقاء ده يوسف نصير اللاعب المغربي من افضل لعيبه العالم في خط الهجوم خصوصا في ضربات الراس، لكن عنده قصور شويه في حته الفينش في الانفرادات، في انه دايما عنده قرار واحد هو التسديد ايا كان وضعيته. سواء كان حارس متقدم عليه كان ممكن في الكرة التانية بالذات الانفراد كان ممكن يعملها تشيب من فوق إيدرسون، كانت تبقى هدف مستريح جدا. اوقات كتير من اللقاء في الحالة الدفاعية خصوصا في الشوط الثاني بعد تقدم اشبيلية بنتيجة 1-0 بقينا نشوف اكونا بيقرب لبعضه هو ونفاذ بيقرب لنيمانيا، وجودن بيقرب برضه كلاعب هاف ديفندر في التلت الاخير. لاميلا برضه بيتحول الطريقة ل4-4-2. وجود توريس ويوسف نصير في اوقات كتيرة كان برضو بيكونوا موجودين في التلت الاخير. في الوقت ده كان بيبقى المهمة صعبة شوية على مانشستر سيتي. في الوقت ده ان الاشبيليه بتلعب زون ديفنز كان بيحاول يعني يشوف حلول جوارديولا بين بالمر وجريليتش كان بيفتح ملعب وفي التلت الاخير بحيث يدي حلول شويه في ضربات الراس. وجود هالاند في مناطق 18 وفي نفس الوقت فودن بينطلق في الامام. كوفازيتش في اوقات كتيره برضو كان بيتحرك في 18 جنب هالاند وفودن، في حين رودري بيتحول لمناطق الهاف سبيس هو واكانجي. والثلاثي الخلفي الوحيد هو ووكر جفارديول اكي.
وفي اوقات كتير برضو من اللقاء كنا بنشوف ان ووكر كان بيتحول جنب بالمر، بيفتح الملعب مع جفارديول يدي حلول، لان يعني في اوقات كتير ان خلاص اشبيليه كل الفريق كله بيدافع، فساعتها كان بيبقى اللاعب الوحيد اللي موجود في التلت التاني من الملعب هو اكي، فكان بيدي سلاح لاشبيليه في الهجمات المرتده، استغلها في اوقات كتير اوكامبوس مع وجود اكي بس، ويوسف نصير اللي بينطلق برضو خلف المدافعين. مع رجوع كانجي ورودري كان بتبقى الحلول صعبة شوية، تأخر الانطلاقات. فأوكامبوس استغل كذا لقطة، وادى كورة ليوسف نصير ضيعها بطريقة غريبة جدا تألق فيها إيدرسون. كان ممكن يوسف نصير يستغلها بوضعية أفضل من كده، لكن في النهاية استغل مانشستر سيتي هو الزون ديفنس عن طريق العرضيات، وجود هالاند بانشغال قلب الدفاع مع هالاند، فتحرك بالمر في نقطة مكان فودن، استغل ضربة الراس بكرة عرضية من رودري اللي بقى موجود في مناطق الهاف سبيس، سجلها بالمر بهدف تعادل، وقدر يخطف الماتش مسار سيتي عن طريق ضربات الجزاء ويفوز باللقاء.